السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم كيكة كلها طاقة بالفواكه الجافة والشوفان. اول حاجة غادي ناخدو كاس ديال العنبة ديال التمر مع كاس ديال الحليب ساخن، غادي نوضعوا الحليب الساخن مع التمر في واحد السلافة، نخليو التمر تيرطاب، نخليو تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق باش دغيا يسهل معنا نطحنوه في مولينكس. غادي نحتاجو عاوتاني في مقادير 2 بيضات، واحد 2 كيسان ونص ديال العنبة ديال الشوفان مطحون، تقريبا زلافة ما عمراش، 2 خمارات، واحد نص معلقة ديال القرفة، نص معلقة صغيرة، 2 فاني، ونصف كاس ديال الزيت. هذا هو الخليط اللي درنا في الاول ديال كاس الحليب وكاس التمر بعد ما ميكسيناه في مولينكس. غادي نفرغوه في واحد الاناء، خليط ديال الحليب والتمر، غادي نضيفوا ليه 2 بيضات، غنخلطو مزيان، ونضيفوا ليه نص كاس ديال العنبة ديال الزيت، نضيفوا واحد 2 فاني، ونضيفوا واحد نص معلقة صغيرة ديال القرفة، ونبداو نضيفوا الشوفان مطحون، تقريبا 2 كيسان ونص ديال العنبة، زلافة ما عامراش، نضيفوا 2 خمارات ديال الحلوى، ونخلطوا الخليط مزيان. غادي ناخذ واحد المول، غادي ندهنوه بشويه الزبده والشوفان مطحون، ونفرغوا فيه الخليط. غادي نزينو بالتمر القرقاع والزبيب مقطعين قطع صغيره، نديروهم فوق الخليط. نضيفوا حبيبات الشوكولات ما يسمى شوكولات كوكيز، كيتباع بائع مستلزمات الحلويات، واللي يعطينا الشوكولات كوكيز يعطيك المقدار اللي بغيتي. غندخلوا الفرن على درجه الحراره 170 حتى 180، الفرن يكون ساخن، نشعلوه غير من التحت حتى يطلع معنا الكيك عاد باش نشعلوه فوق باش يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، كيجي محمر بحال هكا، كيجي لذيذ وزوين بزاف. كيك كله طاقه، فيه فواكه جافه، الشوفان صحي ما فيه لا دقيق، المذاق ديالو زوين بزاف، غادي يعجبكم، غادي يولي معتمد عندكم، سهل التحضير ودغيا كيوجد. غادي نقطع معكم طرف تشوفوا الشكل ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، كيجي هشيش. نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم على دعم القناه، وما تنساوش ديما الجيم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وشكرا لكم على المشاهده.